شهدت مدينة سيدي بنور حالة من القلق والاستياء عقب تداول مقطع فيديو يظهر مجموعة من الأشخاص يشتبه في حملهم أسلحة بيضاء وهم ينتقلون على متن دراجة نارية بأحد الشوارع الرئيسية بالمدينة في مشهد أثار مخاوف المارة. وتكشف المشاهد المتداولة تحركات هذه المجموعة بشكل لافت وسط حالة من الترقب والارتباك بين المواطنين الذين عاينوا الواقعة. وبحسب ما يوثقه الفيديو فقد كان أفراد المجموعة يجوبون الشارع حاملين أسلحة بيضاء بشكل علني قبل أن تتطور الأحداث إلى اعتداء عنيف استهدف شابا وسط حالة من الهلع والخوف بين المارة، فيما وثقت كاميرات الهواتف المحمولة تفاصيل الواقعة. وسرعان ما انتشر الفيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي مثيرا موجة من الاستنكار ومجددا مطالب المواطنين بضرورة التصدي بحزم لمظاهر العنف التي تهدد أمن وسلامة السكان، خاصة عندما تقع في أماكن عامة تشهد حركة كثيفة. وفي انتظار صدور معطيات رسمية تكشف جميع ملابسات الحادث، يواصل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول المقطع مطالبين بفتح تحقيق عاجل لتحديد هوية جميع المتورطين وتقديم كل من يثبت تورطه إلى العدالة وفقا للقانون. كما تتواصل الدعوات إلى تعزيز التواجد الأمني بمختلف شوارع المدينة والحد من مثل هذه الأفعال الإجرامية التي تثير الخوف في صفوف المواطنين. ويبقى الأمل معقودا على ما ستسفر عنه الأبحاث التي تباشرها المصالح المختصة من أجل كشف جميع ظروف وملابسات هذه الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يعزز أمن المواطنين ويحافظ على النظام العام.